عبر جمهور فريق الهلال السعودي لكرة القدم عن غضبهم من صعود عبد الحميد لاعب روما بعد تصرفه المفاجئ تجاه المغربي سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي. وقام النجم رحيمي بنشر تدوينة عبر حسابه على إنستغرام صور له من مباراة الهلال، وعلق: مباراة كبيرة في دوري النخبة، لا أستطيع الانتظار لخوض التحديات المقبلة. وعلق عبد الحميد الذي انتقل من الهلال إلى روما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على تدوينة اللاعب المغربي برمز قلمب، في إشارة لإعجابه بالمستوى الذي قدمه النجم المغربي في المباراة. وكشف موقع كورة أن جماهير الهلال لم يمر عليها هذا التصرف مرور الكرام، إذ تصدر وسم باسم سعود عبد الحميد منصة أكس في السعودية بتعليقات غاضبة وساخرة من ظهير روما. وقال الموقع المذكور إن موجة غضب جمهور الهلال جاءت بعد الجدل الذي كان أثير وقت مفاوضات رحيل عبد الحميد إلى روما، إذ أشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب تمرد على الزعيم ورفض المشاركة، ما دفع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لاستبعاده من بعض المباريات. وكان الدولي المغربي سفيان رحيمي قد سجل ثلاثية من الأهداف في فوز الهلال السعودي على مضيفه العين الإماراتي بنتيجة 5-4 في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم مساء الاثنين.